السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واخيرا جات الوقيته اللي غندير فيها الريفيو على داكشي اللي صيفطوا لي سيت اب جيم المده هذه وعندي. درت لكم انبوكسين وشويه ديال التفاصيل، ولكن دابا غندير ريفيو على داك الباك ديال السوري والكلافي اللي كنت قلت لكم من بعد غندير عليه ريفيو بطبيعه الحال. السبب اللي خلاني تعطلت هو الكونجي، يعني شديت الكونجي ديك الشيء تعطلت شويه. دوك لي فيديو تقريبا الاغلبيه اللي كنتو كتشوفوا راه كانوا موجودين قبل ما نخرج كونجي، باش من نخرج نكون يعني الفيديوات كاينين ونكون انايا مرتاح. يعني ماشي ضروري نبقى نخدم حتى في وسط يعني العطله تكون مسافر ولا شي لعيبه ما كتكونش مسالي اصلا. وقبل ما نبدا الفيديو كما العاده لايك وسبسكرايب تفعيل الجرس، بارطاجيو مع صاحبكم. اللي كيبغي يتفرج في فيسبوك نخليكم لاباج اللين ديالها في الديسكريبشن، واللي كيبغي يتواصل معايا في تيك توك ولا تيليجرام ولا انستغرام كلشي كاين في الديسكريبشن. وليتس جو نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه بعدا كنت قلت لكم نعطيكم الراي ديالي في داك لي بواط داليمونطاسيون. صراحه جوده التصنيع واعره زوينه صراحه بالنسبه لي ماركات ديال شينوا، كاليتي زوينه. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيهم هي الفرفره ديالهم، كتسمع اكثر من الفرفره ديال البيسي. الفرفره واقيلا ما مقداش مزيان فيها، يعني الصوت مسموع ديالها صراحه. من غير هاد اللعيبه هذه راه كلشي فيها ناضي، خدامه مزيان، لي كابل ديالها ناضيين، راه كلشي فيها ناضي بطبيعه الحال. بالنسبه للكولر بما انه اير كولين يعني راه ناضي صراحه، كيخدم مزيان، يبرد لك تقريبا لي بروسيسور بزاف، كيقدر يبرد حتى لي بروسيسور اللي كياكلوا 195 واط، يعني غيبرد لك تقريبا الاغلبيه ديال لي بروسيسور. الاي 3 والاي 5 الاي 7 يعني الرايزن 3 والرايزن 5 الرايزن 7 هذا راه تقريبا غيخدم لهم مزيان. من غير لي جينيراسيون الاخرين اللي كياكلوا الضو بزاف كيفوتوا 200 واط، هذوك راه ضروري خصك شي كولر احسن من هذا شويه، لان هذا الكولر هذا ديال المويان كام كما قلت لكم 195 واط الماكس ديالو. الا كان شي حاجه اكثر يعني ما غاديش يبردها بطريقه مزيانه. دابا ندوزو للريفيو ديال السوري وديال الكلافي. بالنسبه يعني الانبوكسين ما غاديش نديرو لان درتو في الفيديو اللي فات، نخليكم في الديسكريبشن وفي الاي اللي بغى يتفرج يشوف الانبوكسين ديال اللعيبات كامل اللي هضرت عليهم دابا. المهم كما كتشوفوا معايا هادو هما الكراطن، ما غاديش نحلهم اصلا، ما كاينش داكشي فيهم. الكارطون هادي ديال السوري كما كتشوفوا الار جي بي اللعيبات داكشي فيها سلام، فهاد التقالات هادشي كله غنشوفوه دابا. وهادي كارطون ديال الكلافي كما كتشوفوا حتى هي زوينه، فيها الار جي بي واعر، فيها داكشي زوين ميني 60%، داكشي يا سلام. نبداو بالسوري كما كتشوفوا، هادي الديزاين ديالها سامبل طبيعي الحال، كحله فيها هاد الويله هادي زوينه. البطونات هنا ديال الدي بي اي، وقيله وحده ديال الدي بي اي وحده ديال الضو، كتبدل الضو كنظن. هادو ديال قدام واللور صافي. هادشي اللي فيها لتحت كما كتشوفوا عاوتاني هي مشبكه لانها خفيفه بزاف صراحه. ملي كتركب ليها هادي تحل الثقال كتولي خفيفه بزاف. الخيط ديالها زوين كما كتشوفوا بريدد وطويل، يعني كافي ولا فيه شي متر و 20 سنتيم تقريبا. الخيط ديالها ناضي زوين، الشده ديالها زوينه، انا يدي راه كبيره وجات مزيانه في الشده ديالها في اليد، ناضيه صراحه عجبتني. الديزاين ديالها المهم زوين. فيها هنا الار جي بي غنشوفوه من بعد، تنشوفوهم كاملين في الاخر غنشوفوا الار جي بي ديالهم كيفاش داير. بالنسبه لهاد اللعيبه هذه راه كتحيد، دير لها الرق غير مغناطيسيه، كتلصق بالمغناطيس كتحيدها، حيت فيها ديزاين واحد اخر كتلقاها كتشد، يعني كتحيدها بسهوله، كتركبها بلاصتها حتى هي بسهوله وكتلقاها كتشد. انا خليتها هكا لانها خفيفه بزاف بهاد الطريقه هادي. علاش ما عجبكش هاد الديزاين هذا؟ خفيف بزاف، كتحيد هذا بسهوله وكتركب هادي فيها اس جي، فيها اللعيبه هادي كتركبها حتى هي بسهوله. هادي شويه ما كتركبش مزيان، ولكن هادي ناضيه في التركيب. هي ولات عاوتاني بالديكور في شكل طلع لك هادي في راسك، تركب هادي بسهوله بطبيعه الحال كما كتشوفوا. كتبقى خفيفه ما ثقيلاش بزاف، واخا هكاك تحيد حتى هي عاوتاني ساهل كتجبد. انت حيدتيها صراحه. شركه مغربيه صانعه لنا بهاد التوشيات زوينين. ما كرهتش كون كانت هي فيرسيون وايرليس ناضيه الصراحه. هادو الثقالات هادو واقيلا يقدروا يتحيدوا كنظن. الا بغيتي تحيد هادو انت راه كتحيدهم، هاد الحديدات هادو تخلي وحده تخلي جوج تخليهم بسته على حسب داكشي اللي بغيتي انت باش كتقال. علاش جاتك خفيفه مثلا وكيعجبك داكشي يكون ثقيل كتركبها هنايا كنظن. نجي نشوف هكا، ها هي ركبات كما كتشوفوا. دابا تولي ثقيله، لازمتي ليها هادي. هذا هو اتقل نيفو دابا، راه ولات ثقيله كتحسبها ثقيله في اليد. الناس اللي كيعجبهم مونطاج كيعجبهم كلافي ثقيله، راه دابا ولات ثقيله مزيان نيت. انا كيعجبني الكلافي صراحه خفيفه، داكشي علاش كنحيد هادشي كامل وكنخلي هادي بكل بساطه ناضيه وخفيفه وزوينه. بالنسبه للكليك ديالها راه مسموعين، ماشي شي كليك زعما ما مسموعش ولا شي حاجه. هادو كليكي كيتسمعوا. هادو اللي في الجناب هنا هادو ما كيتسمعوش مزيان، زوينين مكتوبين شويه ولكن مسموعين. والكليك فيها زوين صراحه. لا كاليتي ديال هاد السوري ناضيه صراحه، لا كاليتي زوينه، كدير 200 درهم هادي عنده. لا كاليتي ديال التصنيع زوينه عجبات. وما كانش قلت لكم هادو فيهم غير الخياط وراه نديروهم في السيت اب ما نحيدهمش، ولكن بما انهم الخيوطه انا كيعجبني داكشي يكون وايرليس. هاد الويل هادي صراحه عاديه ولكن زعما زوينه. هادو كما قلت لكم راه وحده كتحكم في الضو، والضو هو راه فيها يعني كيبقى فيكس غير هي الضو على حسب الدي بي اي. ملي كتبدل الدي بي اي كتبدل الضو، ولكن داك الضو كيرجع عفني عادي كما كان ديما. دابا نشوفوا الضو دابا شويه غنشوفوا الضو من هاد الجهه الاخرى. راه اس جي يعني سميه ديال الشركه صافي. هادشي اللي كاين، هذا هو الديزاين ديالها كيفاش
دايره. دابا بالنسبه للكلافي كما كتشوفوا كلافي 60% صغيره زوينه، ما ثقيلاش وما خفيفاش، يعني ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله عاوتاني. هذا هو القدام ديالها كما كتشوفوا ازيرتي يعني فرونسي، بيسي خصو يكون عندك فرونسي. كان بلونجلي تقدر تقلب لهم هاد الكيكاب هادو تقلبهم ويوليو يعني كيبانوا عاوتاني باللونجلي. الجهد ديالها هو هذا سميتها اس جي 262 كي، يعني فيها 62 يعني بوطونه. ميكانيكال جيمين كيبورد، فيها ريد سويتش، هذه ميكانيكال سويتش 4 كي انتي غوستين 20 باك لايت مود، يعني الضوء ار جي بي كيتبدل يعني ناضي. ار جي بي بوتوم ديزاين، فيها واحد الار جي بي من هنا من التحت كيبان واحد الار جي بي من هنايا كما كتشوفوا هنا. عاوتاني كاين واحد الرابر هنايا، هاد الكومات هادو باش كتشد في البيرو، وعندها جوج ديال المستويات ديال الرجلين. عندها هذه الاولانيه الا بغيتي ديرها ما عاليش بزاف، وكاين الثاني كتعليها عاوتاني اكثر. تشوفوا هنا الثاني كتعلى اكثر، يعني فيها جوج ديال المستويات. انا مبين لكم هنا مزيان. المستوى الاول تهبطوا، المستوى الثاني هو هذا صغير. هنا كما كتشوفوا واحد الديزاين هنايا فيه من الجناب جوج من التحت ومن الفوق، يعني الجناب ديال اليمين واليسار فيه الديزاين هذا زوين حتى هو. صافي هادو هما التفاصيل ديالها كاملين من الجناب، من التحت ما كاين والو. وكتجيب اما فيها الكحل والبيض، الابيض اكثر، اولا كيكون الكحل اكثر وهنا الجناب هادو اللي كيكونوا بويض، يعني على حساب اللي بغيتي. وكتخدم باليو اس بي سي، يعني كتخدم بالكابل. الكابل ديالها هو هذا كما كتشوفوا. الكابل هذا بالنسبه يعني الكلافي ما كتحركش، كيبان لي حتى هو ما بيش صراحه، هو فيه شي متر و20 تقريبا، ولكن الكابل عادي يعني غير ميكا، ماشي بريدد بحال يعني السوري فيها بريدد مخيط زوين ناضي، عجبني بزاف. هذا ناضي زوين ولكن ماشي زعما ناضي بزاف 100%، ماشي شي حاجه كاليتي واعره بزاف. ولكن بما انه يو اس بي سي وكيتحيد، يعني تقدر تبدل الكابل فوق ما بغيتي، ماشي ضروري تبقى ديما معول على هذا الكابل هذا. مشيتو معايا يعني لا كاليتي ديال التصنيع زوينه بزاف. الكلافي كدير 400 درهم في السيت ديالهم، والسوري كدير 200 درهم في السيت ديالهم، يعني الباك كامل كيدير 600 درهم. وقيلا كيكونوا دايرين شي تخفيض الا شريتي الباك كامل، كيديروا واقيلا بشي 550 الا لقيت عاقل. المهم واش باقي داكشي ولا لا الله اعلم. بالنسبه لواش تشريهم ولا لا الدراري، انا كنصحكم زعما تشريهم. اللي باغي داكشي ديال الجيمين يشريهم ناضيين، اللي ما عندوش مشكل في الخيط راهم ناضيين بزاف. دابا غنشوفوا الار جي بي ديالهم، نشوفوا لي فونكسيون اللي فيهم. لي فونكسيون تقريبا راه عاديين، ماشي شي حاجه واو، ولكن الار جي بي فيهم ناضي. سيرتو الكلافي الار جي بي ديالها واعر بزاف. كما كتشوفوا دابا هو الار جي بي شاعل. هذا الار جي بي راه ماشي هو اللي كيبان في الكاميرا دابا، محيت فيه الضوء داكشي، ماشي هادشي هو الكاليتي اللي كتبان. دابا نبينها لكم بعد، غير دابا نشرح لكم. فيه واحد البوطون هذه الفوقانيه اللي بقيتي بارك عليها بزاف، راه كيطفى الار جي بي في خاطرك. الا عاودتي بركتي عليها راه كيشعل. هذا كيبقى يعني بحال اللي قلتي الرينبو، يعني قوس قزح كيتبدل اللون ما كيتغيرش. بالنسبه للدي بي اي كما كتشوفوا هذا هو اقل دي بي اي كاين، كيكون اللون ديالو صفر. كتبرك كتزيد كيولي زرق، زدتي الا بركتي كيولي بنفسجي كذلك، زدتي عاوتاني في اللون. الخضر عاوتاني كيكون دي بي اي طالع، والاحمر واقيلا هو اخر سرعه في الدي بي اي كنظن. كاين عاوتاني الزرق واحد اخر، كاين عاوتاني واحد اللون واحد اخر. صافي اخر لون هو الزرق فاتح، هذا هو الدي بي اي اللي فيهم. والعيان فيهم هو الصفر هو الثقيل. الزرق الاولاني راه مزيان كيبان لي، بغيتي تخدم به الخدمه العاديه. بالنسبه للكلافي حتى هي راه ناضيه، التبديل ديالها حتى هي ساهل. فيها واحد البوطون هنايا هي كتبان لكم هنا، فيها البوله كتبدل لي زيفي هذه. اي اف بغيتي تبدلو راه كتبدلو، فيها لي زيفي بزاف. لي زيفي فيها الغرق، يعني راه ما غتساليش من لي زيفي، فيها شي 20 ولا اكثر. كل واحد كيفاش كيبين اللعيبات ديالو. كتنقص الضوء كتزيد الضوء، وكاين السرعه ديال الضوء لي زيفي يعني كتزيد لهم السرعه ولا تنقص لهم السرعه حتى هي راه كاينه. مثلا الضوء ما عجبكش شي حاجه كتقدر تبدلو بهاد اللعيبه هادي. انا بدلت الضوء هنايا، اختار الضوء اللي بغيتي. يعني فيها بزاف ديال الانماط. الضوء يعني اللون ديالو كيتبدل بزاف حتى هو. ولا درتي على اف ان كما كتشوفوا هنايا، غير هاد الضوء هذا يبدا يتبدل اف ان. وداك اللعيبه اللي فيها البوله تبدا تبدل هاد اللون هذا التحتاني. هو دابا طفيتو، هو دابا شعلتو، دابا قوس قزح دا اللون احمر، يعني حتى هو كتبدل كتحكم فيه كما بغيتي. حتى هو هذا زوين. شتي كيفاش كيبان هنا، كيبان في البيرو كيبان ناضي. انت كتبدلو بحال هكا ناضي صراحه في التبدال. المشكل اللي كاين هو الكاميرا ما كتصور في الظلام مزيان، ليش ما كيبانش داكشي واضح بزاف. زائد فيها كما كتشوفوا هنايا الريد سويتش، الصداع ديالو ما فيهش بزاف من الصداع بزاف، ناضي صراحه. الصوت ديالو كيكون زوين، لا كاليتي ديالو مقبوله، ماشي زعما شي ماركه مشهوره بزاف، ولكن واخا هكاك راه لا كاليتي ديالو زوين. هو شي حاجه ديال شي ماركات معروفين وداكشي نادر كيكونوا الاثمنه ديال هادو فايتين 700 درهم 600 الفوق. انت طالع على حساب لا كاليتي وعلى حساب كيفاش داير داكشي. الشيء اللي كاين في الفيديو هذا هو الريفيو ديال هاد اللعيبات هادو. اهم حوايج اللي انت غتستافد منهم راه وريتهم لك. كاين بزاف ديال الحوايج اخرين تقدر تكتشفهم غير من المانيول ديالهم، يعني تقراه غتشوف شي حوايج جداد. نوريك دابا الاساسيات، الخدمه ديالهم كيفاش دايره في الجيمين. راه ناضيين زوينين بطبيعه الحال. واش اللي كاين الفيديو، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس، بارطاجيو مع صحابكم. الله الفيديو جي.